وانتهت مباراة اليوم بين الهلال والاتحاد بفوز الهلال برومونتادا أسطورية تاريخية اللي تبغوه من 3-1 إلى 4-3. بالنسبة لمجريات المباراة أنا كاتحادي يعني عشت أجواء جميلة جدا، عشت أجواء تقلبات مزاجية جميلة جدا. أما بالنسبة للي بينتقدوا المدرب، انتقدوا يا حبايبي، انتقدوا المدرب واشبعوا انتقاد. يعني أنا شايف الهوجة كلها على المدرب وكذا. لا يا حبايبي، اجلدوا لاعبينكم، اجلدوا بنزيما انه اليوم استهتر بكم كوره، اجلدوا حمد الله، اجلدوا روما. ولا المدرب لو كان مكانهم كان سجل، لو كان اي لاعب مكانهم كان سجل. روما منفرد من نص الملعب يوصل لنا الحارس ويبغى يعديه وحمد الله يمينه فاضي. ولا حمد الله لما تجي الكوره بالغلط ما يبغى يشوت، لا الا يبغى يسوي مراوغات ما شاء الله تبارك الله. وبنزيما رايح للحارس، ولما يوصل عند حارس بدل ما يلف يسار يمين ما ادري ايش سوى. يعني حقيقي اليوم الاتحاد سلم المباراة للهلال بطريقة جميلة جدا. اللي حيقول لي الهلال لا المدرب غلط وسوى ومدري ايه، المدرب دخل جوتا. جوتا لما دخل ايش سوى اليوم؟ جوتا ان ذا وينج ايش سوى اليوم جوتا؟ ما شاء الله تبارك الله. يعني جوتا انا شفته اليوم في كورة مثلا كان رايح ينطلق، ما قرر ينطلق لانه يمكن ما عنده سرعة وما عنده مهارات، فناول سوى انه بيصنع دا كوليبالي. في نفس الوقت كم كورة تجي والله لا حلول ولا اي حاجه شفتها. لا اقعد اسلك، اقعد اقول المدرب ما حد دا مكان دا. لما جاء وقت الهيمنه الاتحاديه قدام الهلال والسيطره ضيعنا يمكن 3 أهداف ورا بعض. الهلال جاته الهيمنه دي نفسها بالضبط، بس سجل 3 أهداف بس على طول، ما عنده كلام. فمن حق اي هلالي يفرح. مباراة لكم، يقولوا الهدف الرابع يمكن غير صحيح ما ادري يا عمي والله تستاهلوها، وكنتوا كمان سجلتوا الخامس احسن. الهلال يستاهل المباراة ومن حق جمهور الهلال يفرح. وانا اقول لجمهور الاتحاد لا تحضر مباريات جدة اللي قدام الهلال، لا تحضر، ريح راسك. انا ماني عارف هم لما يشوفوا ميشيل كذا تجيهم حالة نفسية او ايش يصير لهم، تجيهم من الركب ايش وضعهم ماني داري ايش فيه. لكن حقيقة يعني حرام الجمهور ذا ولا الرابطة اللي الفريق من الدقيقة 70 هو منتهي. هدوء يا اخي، حقهم محمس وجمهور الهلال قاعد يغني يعني صوتهم طالع، جمهور الاتحاد كله صن. بس اللهم دقيقة 90 سمعت قدرة الله قوية، هذه سمعت اعرف انه الاتحاد قاعد ينجلد وما حد يمه. فبس هارد لك لكل الاتحادية والف مبروك لكل الهلالية.